في يوم من أيام المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد سرا لفتح مكة بعد ما نقضت قريش العهد معاه بعد صلح الحديبية، وكان لازم يكون التحرك في سرية تامة. لكن على الناحية التانية بنشوف الصحابي حاطب بن أبي بلتعة بطل قصتنا النهاردة بيكتب رسالة سرية لأهل مكة يحذرهم فيها، ويقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيعد العدة للفتح والهجوم، وفعلا بيبعت المكتوب مع واحدة علشان توصله في طريقها. فينزل الوحي على النبي ويعرفه بالخطة اللي بتحصل، فيبعت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ويأمرهم إن هم ياخدوا المكتوب قبل ما يوصل لقريش. بينجح علي والزبير بن العوام في مهمتهم وبيرجعوا بالمكتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يقراه وسط غضب كبير جدا من الصحابة. فيقول عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد خان. فيدافع حاطب عن نفسه ويقول: يا رسول الله، والله ما فعلت كفرا ولا نفاقا، ولكن لي أهل بمكة وليس لي من يمنعهم، فأحببت أن يكون لي يد عندهم لعلهم يرفقون بأهلي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، لا تقول له إلا خيرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وينزل الوحي الشريف بأوائل سورة الممتحنة. ومن قصة حاطب نروح لسنة 9 هجريا. بيخرج النبي والصحابة لغزوة تبوك، وعلى الناحية التانية بيتأخر كعب بن مالك رغم انه معاه الزاد والراحلة، إلا انه تخلف عن الغزوة بدون أي عذر حقيقي. ولما النبي رجع طلب يشوف الناس اللي تخلفوا عن الغزوة، فيبدأ كل واحد منهم يقول عذره لحد ما جه الدور عند كعب بن مالك. يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدالا، ولكن ما كان لي عذر يا رسول الله. وبعد ما ينتهي كعب بن مالك من كلامه بيؤمر النبي الصحابة ان هم يقطعوه هو و2 تانيين من الصحابة اللي تخلفوا، وفعلا يفضلوا معزولين حوالي 50 يوم. وبعد الصبر والصدق في التوبة بينزل الوحي الشريف ويتقبل ربنا توبتهم من فوق 7 سما. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بيدخل رجل من الصحابة كان بيشرب الخمر بعد تحريمها، وكل مرة بيقع عليه حد الخمر ويجلد، ويرجع تاني يشرب ويقع في نفس الذنب ويجلد، لحد ما في مرة قال في عمر بن الخطاب: اللهم لعنه، ما أكثر ما يضرب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه يا عمر، فإنه يحب الله ورسوله. المشترك ما بين ال3 قصص اللي حكيتهم لك هو درس جميل النبي بيعلمه لنا، إن يكون عندنا تاريخ لبعض، تاريخ نبص عليه وقت الزلات والعثرات فنقدر نتجاوز بيه ونوصل لبر أمان. والحقيقة فكرة إن رصيدك الحلو متشلك فكرة مطمئنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. الناس فطروا على الهفوات فتحملها منهم وتغافل قد ما فيك من سعة صدر. وصدقني اللي يعرف يشير رصيد عطائك في الحفظ والصون هو ده اللي يؤتمن في علاقتك بيه، فاختار اللي عمره ما ينسى رصيدك عنده.